نقول لهم: إن كنتم تدعون بأنه عرسا انتخابيا، فها هو شهر رمضان المبارك قد قدم إلينا جميعا، فعليكم فعلا أن تجعلوه عرسا انتخابيا من خلال النظر إلى كافة أبناء هذا الشعب من دون التفرقة ومن دون النظر إلى عرقية أو قومية أو غير ذلك، وصححوا المسار الذي أنتم تسيرون عليه، والتجوا إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن ينال منكم. انتبهوا من هذه الغفلة، ونحذركم على منبر الجمعة من دعوة المظلوم إذا رفع يديه على الظالم رفعها إلى الله سبحانه وتعالى. أما بخلاف ذلك والابتعاد عن ذلك والابتعاد عن الله سبحانه وتعالى والابتعاد عن تحقيق مطالب هذا البلد البسيطة، فالشعب لا يريد منكم مناصب ولا كراسي، وإنما يريد أبسط الاحتياجات التي تشعره بأنه إنسان: كهرباء، ماء، سكن. هذه والله أمور جدا بسيطة. ومن المهزلة ومن القبح والفساد أن الفرد العراقي لا يمتلك أبسط مقومات هذه الحياة. أما خلاف ذلك نقول لكم يا ساسة اليوم: إن لم ترجعوا إلى الله وإن لم تنظروا في أمور شعبكم، نقول بأن هذه الانتخابات التي تسمونها بأنها عرسا انتخابيا، نقول بأنها مأتما انتخابيا تضاف إلى المآتم الأخرى التي لم يحصد منها سوى تعصيل الطائفية وسوى الحرمان وسوى